انما دي يا جماعة دي مبنية جديدة لسه، سعرها يختلف. ديت 100 متر عاملة 350 ألف يورو، طبعا عشان على الشارع لسه جديدة حديثة. التانية مش حديثة، انما دي حديثة بسم الله ما شاء الله وعلى الشارع يعني. فالتانية قدام شوية بس في وسط البيوت يعني، فطبعا انا ديت افضل يعني. طيب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة نعمل إيه؟ طبعا زي ما متعودين نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعمنا بلايك وسبسكرايب وتعليق الجميل يهمنا. الفيديو بتاع النهاردة فيديو مهم جدا يا جماعة لبعض المتابعين، سألونا عليه كتير بس ما جاتش الفرصة إن أنا كنت أصور لهم يعني. في متابعين كتير سألوني على أسعار الشقق في إيطاليا، عايزين يشوفوا الشقق في إيطاليا، الأسعار عالية، أسعار مناسبة، تفاصيل. طبعا اليوم من حظهم يعني واحد صاحبي حبيبي اتصل بيا عايز ياخد شقة شراء يعني، شقة ملك يعني. طبعا الشخص ده شغال في شغل رجولاري ماشي قانوني في البلد، شغال في سوبر ماركت مع طبعا إيطاليين. طبعا رحنا اللي هي الأجنسية اللي هو المكتب اللي في المنطقة يعني، بيبيع الشقق وكده يعني. هو مش بيأجر، هو بيبيع على طول. طبعا لما رحنا هناك قعدنا اتكلم معاهم. أول حاجة سألوه عايز شقة قبل أي حاجة، عاوز شقة في شقق موديل السنة لسه مبنية السنة دي، كل حاجة فيها حديثة في الشقة، المباني مباني حديثة، ولا عاوز شقة دي سعر ودي سعر، ولا عاوز شقة اللي هي قديمة مثلا بقالها مثلا 40 سنة 50 سنة. في الشقق دي وفي الشقق دي سعرها دي سعر ودي سعر، رغم ان هما في منطقة واحدة بس قالك دي سعر ودي سعر. فطبعا لقينا اسعار الشقق التانية اللي هي لسه مبنية جديدة، لقينا اسعارها عالية جدا 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 على الاسعار اللي هي الشقق القديمة شوية يعني. الشقق القديمة شوية دي يا جماعة بتبقى بتاعت ناس الإيطاليين اللي هم اشتروا الشقق الجديدة. زي إيه؟ زي العربية كده مثلا، بيروح يغيرها وياخد شقة جديدة ويدفع الفرق. فهو الراجل صاحب العقار ده هو ده شغله يعني. أخد منهم الشقة القديمة بتاعتهم واداهم شقة جديدة ودفعوا الفرق، وهو بيتصرف هو في الشقق القديمة لأن دي شغلته يعني. فطبعا صاحبي قال لي احنا هنروح نشوف الايه الشقق القديمة عشان الشقق الجديدة أسعارها عالية جدا. طبعا بعدها سألوه قالوا له أنت شغال فين؟ طبعا قال لهم أنا شغال في سوبر ماركت مع إيطاليين. بقالك كام سنة؟ بقالي كذا سنة. استفسروا منه على بعض الحاجات علشان شافوه يا جماعة إن هو شغال قانوني في البلد ولا مش شغال قانوني، وهل السوبر ماركت هيسنده لو شغال أي شغلانة تانية حر. طبعا مش هتاخد الشقة، هو هياخدها عن طريق البنك، هياخدها عن طريق البنك. الشقة دي عاملة قد إيه يا جماعة؟ الشقة ديت أول كلام قال له 190 ألف يورو، تمام، وقابل للكلام لأن هو أول ما قال 190 ألف يورو كان قدامي يعني. فأنا ضحكت كده وصاحبي اللي هو معايا ضحك، قال بيضحكوا على إيه؟ قابل للكلام يعني. لما نقعد على الترابيزة أكيد مليون في المية بيبقى فيه كلام تاني. شغل بقى تجارة بقى يا جماعة. لو حد يهمه الأمر ومحتاج أي استفسارات أنا يكتب لي تعليق، تمام، وأنا هخش له على الخاص وهسيب له رقم صاحب العقارات ديت أو السمسار اللي هو ماشي معاه أو المكتب اللي هو بتاع العقارات ديت، وحضرتك ممكن تتصل عليه منك ليه على طول. عايزني مثلا يعني لو انت قاعد في اي دولة تانية، الكويت، الامارات، السعودية، اي دولة تانية، عايزني مثلا اترجم لك معاه واقف جنبك،
هقف جنبك، انا عينيا الاتنين ليك، بس انا مش هبقى زي سمسار كده، لا خلاص انا ماليش دعوه باي حاجه. انا استاذنت الراجل قال لي تمام ما عنديش اي مشكله يا محمود، ولو في اي حاجه عرفني. هو عنده الشقق دي يا جماعه، وعنده شقق تانية حديثه جديده، وعنده فيلل تانية صغيره. الفيلل بتبدا من 400 ألف يورو وانت طالع لفوق، عنده كل حاجه. فاللي يهمه الامر يكتب لي تعليق، اخش له على الخاص ولا يدخل لي على الخاص، هديله رقم الاجنسيه او رقم صاحب العقارات ديت ويستفسر منه. واتمنى لكم كل الخير. يلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا نشوف الفيديو. طبعا دي شقه يا جماعه، الناس اللي كانت بتسالنا على شقق 190 ألف يورو. دي طبعا برندة بره، ترجع تاني. دي فتحة صغيرة، ده الحمام اهو. دي مش شطبة، 190 ألف يورو. ودي أوضة تانية اهي. لمن يهم الأمر يا جماعة، ده الصالة اهي. ده برضو البلكونة، دي البلكونة. بلكونة قد ايه؟ دي طبعا شقق تانية فوق لوحدها. دي يا جماعة بريمو بيانو، أول دور. دي العمارة، ودي المكان اللي هو الدخلة يعني. بابا هناك ده الباركيجو لو معاك عربية ولا حاجة. تفاصيل بقى هقولها لكم أنا في المقدمة.